نتمنى تكونوا بخير اليوم وانتم تشوفوا في الفيديو. اليوم جبت لكم وصفة خبز الفوكاشيا الإيطالي، وصفة سهلة جدا بمكونات موجودة في كل بيت وأي واحد يقدر يطيبه. 4 كيلات تاع الفارينة. أنا الكيلة هذه درت لي 2 خبزات كبار تاع الفرن، تقدروا ديروا نصف الكمية. في 4 كيلات ديروا نص كيلة تاع زيت زيتون، ملعقة كبيرة خميرة الخبز، وملعقة كبيرة سكر. نحطوها من ناحية، ومن ناحية أخرى راح نحطو نص مغرف كبيرة تاع الملح، ونص كيلة تاع الحليب دافي. هنا الحليب تحبوا تحطوه تحبوا لا، اختياري. حركوا المكونات مع بعضها كل قبل ما نحطوا الماء، ومن بعد نحطوا الماء دافي ونلموا العجينة تاعنا. أنا هنا هزت لي 3 كيلات تاع الماء دافي، تقدر تكون أقل شوية ولا أكتر شوية على حسب تشرب الفارينة تاعكم للماء. نزيدوا الماء بالتدريج بهذه الطريقة حتى تحصلوا على عجينة طرية. نحط شوية زيت زيتونة في يدينا كيما هكا، نخدمو العجينة تاعنا. عجينة الفوكاشيا تحب العجين بزاف، إلا نعجنوها مليح كل ما عجناها تجي مليحة خير. كما تقدروا تحطوها في العجانة الكهربائية. وهنا بعد ما كملنا وعجناها، شوفوا كيفاه ولات رطبة مليحة طرية خفيفة ريشة. راح نحطوها ونغطوها حتى يتضاعف الحجم تاعها. هنا شوفوا قد ما ولات ضعف الحجم تاعها. راح نديرو هذه الحركة، نهزو العجينة منا نزيدو نديوها لهيه من غير ما نهبطو وديك التخمار تاعها الطريقة هذه. نزيدو نخليوها تزيد تطلع شوية 10 دقائق هكاكا، نرجعوا لها. في المرة هذه راح نزيدو نعاودو نفس الحركة اللي درناها، ولكن ما نخليوهاش تخمر بزاف كيما المرة الأولى 10 دقائق بزاف يعني. نديرو لها هكا ونبداو نوجدو في صينية الفرن تاعنا. شوف هذه الطريقة راح تخلي الخبز تاعنا خفيف. من ناحية أخرى نحط شوية زيت زيتونة فيه 2 سنات تاع توم والزعتر، إذا عندكم الكليل حطوا الكليل. جيبوا صينية الفرن اللي راح نخدمو فيها خبز الفوكاشيا، نحطو فوقها هداك الزيت قلنا والزعتر والكليل. نحلها بهذه الطريقة غير بشوية. وأحسن حاجة هذه لقطة في خبز الفوكاشيا، راح نخدموه بصباعنا بهذه الطريقة، نحلوه مليح. شوفوا النتيجة قبل ما نحطلو بقية الزيت والزعتر.
عجينة تهبل. راح نحطو هداك زيت زيتونة والزعتر والكليل. نحطو زيتون أخضر. ونحطو البصل اللي كنا قطعناه شرائح رقيقة خلاه. هنا ضروري إنه يكون مقطع قطع سمكها صغير. نحطو الطماطم الكرزية، إذا ما عندناش راح نقصو طماطم بهذه الطريقة ونحطوها. الشكل رائع وحتى المذاق أروع. نكملو نحطو الزيتون الأسود، طيبوه من تحت ومن فوق، نزيدوله شوية تاع الزيت والزعتر اللي قعدو. نتمنى تجربوه، يجي شهي البنات. فقط كي تعودوا تحطوه في الفرن ما يكونش السمك تاعو كبير بزاف هكا ما يطيبلكمش. هذه هي النصيحة اللي نعطيها لكم. الباقي كامل توب. شاهدكم في الجنة. استودعكم الله، إلى اللقاء في وصفة أخرى بإذن الله.